الغلطة اللي ممكن تبوظ شغلك كله وناس كتير بتقع فيها، اكتر خطوة كمان البنات بتستسهلها وهي اساس نجاح شغلك، لو بتشتغلي هارد جل من غير بيز فالفيديو ده ليكي. اوعي تقولي ان البيز كوت مش مهم، لو عايزة تعرفي السبب كملي معايا الفيديو للاخر. البيز كوت قبل الهارد جل مش رفاهية ولا خطوة بنعديها كده وخلاص، البيز هو الاساس والضامن ان شغلك يعيش ويثبت على الضفر من غير ما يرفع او يتكسر. طب يا ترى ايه اللي هيحصل لو استخدمته؟ هيعمل رابط قوي جدا بين الضفر الطبيعي والهارد جل، وهيمنع الليفتنج ويخلي شغلك ثابت وكويس جدا، وكمان هيحمي الضفر الطبيعي من الحرق او الضعف. طب وايه اللي هيحصل لو ما استخدمتش البيز كوت؟ رقم 1، الجل هيطير من اول اسبوع، والضفر ممكن يتحرق ويتقشر كمان، ومجهودك كله هيروح على الفاضي، وهتفتكري ان المشكلة في الماتيريال او البرايمر، بس الحقيقة انها في خطوة واحدة بس انتي قررتي انك تستغني عنها، وهي اهم خطوة لشغل صح. البيز كوت مش اختيار، ده اساس، ولو انت عايزة تبقي محترفة بجد ما ينفعش تسيبي خطوة زي دي من غير ما تعمليها. احترافيتك بتبان من احترامك للتفاصيل، والبيز كوت هو اول واهم تفصيلة فيهم لضمان شغل احترافي ثابت يدوم مع الكلاينت اطول فترة ممكنة. لو اول مرة تعرفي المعلومة دي ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب للقناة للبنات اللي لسه مشتركتش، وقولولي ايه رأيكم في الديزاين القمر ده. اشوفكم في فيديو جديد، باي.